أين نحن عن تاج الأذكار؟ تريدون تاج الأذكار؟ اتفقنا. تاج الأذكار سوف أخبركم به، وقد سبق في مناسبات، وأوصيكم جميعا نعمل به. ومن لم يستطع فليخرج ورقة وليكتب تاج الأذكار، يكفيه من كل ذكر إذا قصر. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، اسمع، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، وكانت له عدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر أو قال بأكثر مما قال أو عمل بأكثر ما عمل. هذه 5 في الصحيحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر لو ذكرته كل يوم 100 مرة ما أجرك عند الله عز وجل. 100 مرة ما تأخذ دقائق من يومك، 100 مرة بعد الفجر أو 100 مرة بعد العصر أو في أي لحظة في يومك هللت بهذه الصيغة. من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 واعتقهم لله جل وعلا. 100 مرة لا تأخذ دقائق، اعتقت 10 لله. من منا يتعود هذا الذكر في صباحه أو في مسائه، ما انتهى الأجر 10 رقاب، ثم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ثالثة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.